صباح الخير أحسن المشاهدين. اليوم في حلقة مختلفة شوية عن كل حلقة. في حلقة عامل رنجة بطريقة مختلفة عن اللي بتتعمل في أي مكان. فقلت حابب الحاجة اللي بحبها خليكم برضو تدوقوها وتشوفوها معايا. رنجة جبتها طازة، شفتها من كل أول حاجة شوحتها على النار شوية زي ما انتم شايفين اهيت. جيت شوحت على النار كده اهي شويه، وبعدين جبت فلفل الوان او اتعمل اهوت، وجايب زيت زيتون اهوت بكر، وعندي طحينه اهوت. فبخلي السل كله من الرنجه، وبعدين باجي بقلب، بجيب كوبايه زي كده مثلا، وبقلب بيها الرنجه كويس اهي. بقلبها كده اهوت، بعجنها كويس خالص. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. قلت اعمل لكم بس اكله رنجه كده حلوه، على بحيث الناس طبعا هتوحشها الرنجه، ومش اي رنجه تجيبوها يا جماعه من اي مكان. الو، مين معانا؟ معانا اتصال. ايوه يا نور، ايه رايك في الرنجه دي؟ صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. الرنجه ديت اهم حاجه ما تخلوش فيها شعيرات، على قد ما تقدروا شفوها خالص منها عشان تتاكل. وطبعا الرنجه تجيبوها مش من اي مكان يا جماعه، عشان خاطر في رنجه بتبقى مضروبه. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت. بقول للساده المشاهدين ايوه يا نور، طب انت يا نور عامل ايه يا حبيبي؟ اجيب طبق اهوت، عندي اطباق. انا بقلب كده، لو لقيت فيه سله ولا حاجه برضو بحطها معايا. اي حاجه، اي شوائب او في سله اهو ساعات بلاقيها اهو. اهم حاجه تعمل حاجه كويسه بضمير، نعمل حاجه بضمير، من الكروتش، لازم الكروتش في حاجتها. بصوا اهو، بقلب كويس جدا جدا معايا الحاجه اهو. يا نور ايه الاخبار؟ علقتي فانوس ولا لسه يا نور؟ مع الخضروات اهيت والحاجه اهي والطحينه اهوت الناس تعرف دلوقتي. واحده يقول لي عامل فليسوس قلب مطبخ ولا ايه؟ لا، ما قلبش مطبخ ولا حاجه والله. انا في اكله حبيتها قلت اعملها عشان خاطر ايه؟ ادوق الناس والناس تشوف بتاع بعمل ازاي وكده. ودي اطعم رنجه بحبها، الرنجه دي بحبها جدا جدا. الرنجه المهروسه ديت بحب اهرسها كده. انتوا شايفين اهوت، في بعض الشوائب زي السل برضو بلاقيه تاني معايا وانا برسل. بصوا اهي، بصوا يا جماعه اهي. جيبوها بالبطارخ، لازم تكونوا بالبطارخ او على الطحينه اهو. شايفين مطبخ الفليسوف. بقول للناس كل سنه وانتم طيبين، بمسي على كل العوائل والاصحاب والاصدقاء من على اليوتيوب يتعلموا طريقه الرنجه المهروسه اهو. بستعجل اهو، بعجل اهو. شايفين بعمل ازاي؟ بعجنها ازاي اهو. بصوا طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان الكريم. عاد الله علينا وعليكم بخير. تمسي على كل الزملاء والاصحاب والاصدقاء. نسبة ترس وتعجن كويس كده يا جماعه، عشان ما يكونش في حاجه فيها ايه مكلكعه. انتوا شايفين اهو، فيها بطارخ كتير. اهم حاجه قبل شغل ربط الشغل مع الجيل بارسها خالص خالص. عشان تتاكل. وبعدين بنزل بقى ايه؟ بنزل بالخضروات ديت. في الفلفل الالوان اهوت معايا معلقه، بنزل بيها حاجه اهو اهو. اشهى اكله عملتها لكم فليسوف، عملها لكم اهوت. ابو شاف الرنجه من كوبايه اهو. بغسل كل حاجه بعملها كويس، بتتنضف كويس جدا جدا، ما تتسابش وسخه. فاهميني؟ يعني حاجه تعمل صح اهو.
بقلب كله على بعضه بقى اهو زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه، اكله فعلا جميله. واحد يقول لي ايه المطبخ اتقلب هنا؟ لا، انا بعمل حاجات على مزاجي، وبحيي كل قناه الطبخ، وبحيي كل القنوات اللي هي بتحييني، وبحيي قنوات الطبخ السوريه برضو. احنا بنتعلم الطبخ السوري، بنتعلم الطبخ السوري. القناه السوريه بتخش تدعمني، متشكرين ليهم. وبحيي كل الناس اللي بتشوفنا على قناه اليوتيوب اهو. لازم اخلط كله على بعضه، الملون والفلفل الملون كله اهو. شايفين بعمل ازاي يا جماعه اهو. بعد كده لسه هنزل بالطحينه، بس انا بقلب بحط بص بلاقي برضو بعض السل اهو الخفيف قوي ده بنقيه معايا برضو، مش مشكله اهو، عشان الواحد يجي ياكل بمزاج، تبقى على الاقل يعني ايه اقل حده من الزيوت يعني السل والحاجات دي اهو. برضو الشوكه اهي انتوا شايفين اهو. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ ناس تسلي نفسها في رمضان، اللي بيعمل اي حاجه يعملها، والاولاد تساعد الصغار يساعدوا الكبار اهو. والناس طبعا بكره هتجهز نفسها للسحور اهو يا جماعه. شايفين الاحلى الرنجه دي بقى؟ انزل بقى بالطحينه بقى ازاي بقى؟ الطحينه اهي هتتقلب الاول طحينه اهو. شايف يا نور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي بتحب الرنجة معايا اهو. بسم الله. شفتوا يا جماعة؟ دي حقها في الطحينة عشان تيجي تاكلها تلاقي ايه؟ حاجة حلوة. وبجيب زيت الزيتون اهو كمان، لازم اديها حقها صح وصح. بصوا، اتفضلوا يا جماعة، طبق رنجة بالصلاة على النبي اهو. شايفين؟ كل حاجة تتخدم تاخد حقها في الحاجة. بعدين انزل بقى اقلب اهو. يا سلام يا سلام. شايفين يا جدعان الرنجة عامل زي الرنجة؟ حاجة مفيش بعد كده. انا مش بتدخل في قناة الطبخ ولا حاجة، بس انا قلت حاجة حبيبها اعملها عشان الناس تاخد بالها منها وتتعلمها في بيوت. ودي طعمها جميل جدا على فكرة، احسن من اي رنجة تاني بتتعمل. دي عامة انا بحب النوعية دي من الرنجة اهي. انتوا شايفين؟ بصب على كل الناس اللي بيشاهدوني على اليوتيوب، احلى صباح عليكم. شفتوا يا جدعان شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل ازاي؟ الله عليك، الله عليك يا شيف هاشم. طبعا واحد يقول لي عندي راجل فيلسوف ايه اللي دخله في الرنجه والحاجات دي؟ لا، انا بحاول اوريكم برضو حاجات جميله. احنا كلنا بنعلم بعضينا ببعض اهي. شايفين يا جدعان؟ برضو الطحينه كلها اهي. يلا عشان تدي منظر، عشان دي بتدي طعم تاني في الطبخ والاكل اهي. شايفين؟ يدي كل حاجه حقها عشان تلاقوا الطعم فعلا. بتلاقي الرنجه دي حاجه تانية اهو. كده خلصنا طبق نقلب بقى، ننزل نقلب اهو، عشان لو فيها سنه حدوقيه برضو تكسر الحدوقيه الطحينه. في مرضى الضغط ما ياكلوش منها كتير برضو. انا باكل منها، انا عندي ضغط باكل منها فين وفين. لما باكل منها مره كده ولا مرتين في السنه. يعني طول السنه ما باكلش منها الا مره او مرتين. بصوا شفت عجنتها ازاي يا جماعه؟ شفتوا عامل ازاي؟ الخلطه، عاملين الخلطه بتاعتها. يا عيني يا عيني عليك. شفتوا؟ شايفين؟ برضو احط زيت زيتون، زيت زيتون تاني. بحب اخدم الحاجه بتاعتي كده. بمس على كل قنوات الطبخ كلها اللي هي بتشاهدني على اليوتيوب،
يا جماعه مش بتدخل في الاكل والشرب، بس انا بعمل حاجه انا حبيتها فعلا، وبعملها ليا ولاولادي اهي. بس انا قلت الناس برضو ايه تشوف الحاجات دي برضو اللي بتتعمل دي اهي. تعالى كده، ومطبخ على قد شويه اهو. بص يا جدعان، استاذ احمد يا سامي، بحيي مدينه العياط والقليوبيه، وبحيي عمرو عبد العزيز، وبحيي كل الناس اللي بيشاهدوني على قناه اليوتيوب فالياسوف. النهارده قلت اعمل لكم طبخه كده، مش طبخه، اكله رنجه قبل رمضان بيومين كده ولا حاجه، بس يبقى ايه، رنجه معتبره. شفتوا عامل ازاي يا جدعان اهي. ايه رايكم؟ عملت تورته اهي، تمام كده ولا ايه؟ الناس تتعاون، مش مشكله يعني، التعاون حلو يا جماعه في البيت، الناس تتعاون مع بعضها اهي. لسه تاني اهي، ترس اهي. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه مع الفيلسوف هاشم اسماعيل. الى اللقاء. انا قلت اقدم لكم حاجه جميله عشان الناس، دي رنجه بطريقه معينه، في ناس بتشوحها وبتشويها، ومش اي محل نجيب منه رنجه، خلي بالكم يا جدعان. ماشي، واراكم في حلقه تانيه ان شاء الله. الى اللقاء مع هاشم اسماعيل بدون زعل. الى اللقاء.